عندنا في اليمن الحمد لله الحرية موجودة، الديمقراطية موجودة، وأكبر دليل هذا إن إحنا بنخزن من الساعة 1 الصبح للساعة 9 ساعات بالليل، وإحنا بندي الحكومة من ضال إعلانات، بندي علي عبد الله صالح من ضال إعلانات اللي هو فاعل هو تارك. هذه هي الحرية، هذه الديمقراطية، الحرية الديمقراطية موجودة. شكرا لك، انتهت الدقيقة. لا ما قد كملت، لا عاد انا غرب. حاضر الان دقيقة واحدة. عاد انا غرب ادعي قد الخبرة ما بقى علينا. استاذنكم يا جماعة، استاذنكم خلاص اوكي. يعني الخلاصة طبعا اليمن هي معروفة الحمد لله اول ديمقراطي واول شورى هي نزلت في اليمن من وقت نبي الله سليمان عليه السلام، وامرهم شورى بينهم. الديمقراطي لا يقول مش احنا بلد الديمقراطي او الديمقراطي طبعا وامرهم شورى بينهم في وقت نبي الله سليمان في وقت الملك السابق. ثاني حجما هم بيطالبوا باسقاط النظام. الان بين يعني في وجهة نظري الشخصية وبين اعتقد انها اصبحت يعني اصبحت معدة او قضية شخصية بين عيال اولاد الشيخ عبد الله بن حسين رحمة الله عليه، يعني من ضمنهم حميد وحسين. بقت الان مسألة شخصية بين الرئيس وعيال الشيخ عبد الله الذي هم حميد وحسين. ليش؟ بما انها يعني البداية بعد وفاة الشيخ عبد الله رحمة الله عليه. ما وضع قانون المجالس المحلية. هذا واحدة. والشيء الثاني لا ننسى ان الشيخ عبد الله رحمة الله عليه كان صمام امان، احد ابرز صمام امان البلاد والعباد، لانه فعلا على الشيخ عبد الله وغيره والشيخ عبد العزيز الزنداني وغيره يعرفوا مدى وطنية عليه، مدى حب الوطن لشعبه. علي عبد الله صالح كنت من التنازلات علي عبد الله صالح كنت من حتى مشاكل اشياء كثيره اباع عن العفو العام على المتحرر للانصاف، اثر العفو العام على الاسلام يعني خلاصة الكلام المشترك هذا ما هو المفروض علي عبد الله صالح، ما هو يستوي علي عبد الله صالح. اوكي مثل ما قال الدكتور علي عبد الله صالح افترضنا يعني حال افتراضي انه سقط الان، نازل الان بدل استقالته امام الرأي العام. من يطلعوا لنا رئيس الزنداني الشيخ عبد الزنداني مظلوم في قبل امريكا وعايش في كنف الله وكنف علي عبد الله صالح. ما يطلعوا لنا الشيخ على ما يرضى جاب حزب السنة وأنت هذا الشيخ والإمام والعلامة وأنت هذا يكمل زاداته وديهن كفل الشعب. الشيخ اوكي هم يريدوا ان كل شيخ يحكم قبيلته. اوكي الشيخ حميد يطلع هلا خليه يتحكى. وبعد ذلك ما على عمل القذافي. بالله عليك بيموت الشيخ عبد الله ومجرد بعد موته يقوم الشيخ حميد هذا يعني من الرجال بالرغم اننا قلنا لهم بالاحترام والتكريم بس 18 شيء الوطن اغلى من علي عبد الله صالح البيت الاحمر اليوم الوطن اغلى من كبر الشباب غير العالم كله هو ذا الوطن هم اللي يا جماعه موسيقى علينا بس. اول حاجه لا بالاشياء على احكام ولا بالاشياء علي ولا بالاشياء. ثاني حاجه يحب ان انا اوجه مثال هذا يا جماعه كما قال تعالى يجب الواحد يوفع له. يا جماعه اطالب اخواني في الجامعه في ساحه الجامعه اقول لهم رجال حاولوا انكم تحكموا عقولكم بضمائر. انا اقول لكم يعني كلمه واحده، انا اخاطبكم الان يعني كاخو كانسان مسلم، واذا قلت لك قال الله وقال رسوله عليك السمع والطاعه. الله عز وجل بيقول في محكم السابق اطيعوا الله والرسول والامر. الحديث الثاني مثل ما تفضل الاخوه المشايخ الاعزاء الكرماء، يعني فعلا نتمنى ان يبقوا اهل الدين الاصلاحيين بيدخلوا الاسلام يعني كسلم او كدراجين او للوصول الى مآربهم، بيقرروا بالشباب باسم الدين.
اجندات معاهم اجندات خفيه واجندات خارجيه والناس واكثر الناس يعرفوا بهذا الشيء. المشترك الان حرق كرزه. حرق كرزه يعني حرق. الشعب بدي واعي. احنا فعلا مش احنا غير. مش احنا فعلا من اليمن غير. يجب يا جماعة اتقوا الله خافوا الله. أنا بنقول لكم يا أخواني في الجامعة أرجو منكم بكل غاية الرجاء أتوسل إليكم أتوسل إلى الله عز وجل ثم إليكم أن ترجعوا إلى ثوابكم وأن تحكموا عقولكم وحكموا ضمائركم. هل يعني تدروا أو عندكم علم ما بيحاكم في الدوائر الخفية يعني في الغرف المغلقة؟ في الغرف المغلقة عندنا هنا في اليمن يا جماعة اتقوا الله يا من تدعون أن ننضم بتدعوا إلى الدين. اتقوا الله خافوا الله في الوطن. الوطن أغلى منكم وأغلى مني وأغلى من العالم كله. اليمن غير. أتمنى يعني إذا كان هذا يبقى نهاية ختام البرنامج أتمنى وأرجو من الأخ الشيخ أن يكون الختام دعاء ان شاء الله. إن شاء الله.